جايبالكوا القرص الفلاح الطرية على اصولها، بجد والله بتدوب دوب في البق، ده غير الطعم والريحة ما اقولكيش. نسمي الله ونصلي على الحبيب. وتجيبي ورقة وقلم كده وتكتبي معايا المقادير دي بالظبط 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 عشان تطلع معاكي مظبوطة. هتطلع معاكي القرص الفلاح الطرية اللي انت بتحبيها وبتاكليها كده وبتبقي نفسك تطلع زيها بالظبط. اول حاجة تجيبي بقى كده العجان بتاعك او ايدي، او تعجني على ايدك براحتك. كيلو من الحليب يكون دافي، ويا ريت يكون الحليب ده رايب عندك، يكون بدأ يروب يعني كده. تمام. كيلو من الحليب حطيت عليه علبتين قشطة، العلبتين دول معيارهم 250 جرام. تمام. حطيت كده 125 جرام من السكر، حطيت 600 جرام من السمنة. يبقى مظبوط كده. هنبدأ بقى ندوب بالمضرب الأول. ببدأ ايه، اخلط الخليط ده بالمضرب كده مع بعض. حطيت حوالي معلقتين كبار من الخميرة. بعد كده ما دوبت الخليط ده كله بشيل بقى المضرب بتاعي ده، وبحط الكفة اللي انا هعجن بيها. حطيت ايه بقى 2 كيلو دقيق، يبقى المقادير ديت على 2 كيلو دقيق. تبدأ بقى تعجني العجينة مظبوطة جدا، مظبوطة جدا جدا. شايفين تحفة، بتتكلم عن نفسها. شايفة طراوة العجينة وطرية ازاي، طرية وعسل عسل عسل. الريحة والطعم ومظبوطة جدا. امشي بالمقادير دي مظبوطة هتطلع معاك زي العسل. نبدأ بقى. بسيبها 10 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده. وببدأ اعجن على طول او اقطع على طول. مش بسيبها تخمر. احنا في الصيف وما بتستحملش، ده حتى بتخمر وانت بتقطعيها. فببدأ اقطع كده على طول الحجم اللي انت عايزاه، كبيرة بقى صغيرة براحتك. ببدأ كده اقطع العجينة زي ما انتوا شايفين. ابدأ اقطع الكمية دي كلها بالطريقة دي. بعد ما بقطعها بقى بروح جايه سايباها كده شويه. بعد ما بسيبها كده شويه تخمر، ببدا ايه، اول صينيه او اول صاج اشتغلت فيه بتبداي تسويه. يعني انت مثلا بدات تفردي او ترصي في اول صينيه او اول صاج، بتبداي ايه، تشتغلي او تسوي فيه. كده شغلت الفرن بتاعه اهو. وابدا اسوي القرص بتاعتي، وابدا كل شويه ايه بخلي النار هاديه من فوق ومن تحت. تمام. الصينيه دي بقت تحمر اهي او تصفر كده بسيط معانا. كل شويه بدور الصينيه ديت خلاص استوت، بس الوش بتاعها عايز يحمر حاجات بسيطه. تمام. كده هنبدا نسوي كل الكميه بتاعتنا اهي. تسويتها تحفه جدا. شايفين القرص خطيره. ببدأ أول ما بتطلع كده بغطيها بقى بفوطة أو بقماشة أو بأي حاجة عندك، وبسيبها تبرد تمام. وبتاكليها تحفة. باردة عسل، سخنة عسل. بصي بجد بجد كانت مظبوطة. أنا عن نفسي هعتمدها خلاص، الطريقة ديت خلاص تحفة تحفة تحفة. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه، بس تمشي بالمقادير بالمظبوط.